السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنشرح مع بعض النزلة المعوية الجاستروانترايتس. طبعا دي بتكون من أكتر المشاكل اللي بتقابلنا في الصيدلية. أهم ما يميز النزلة المعوية الديارية. طبعا مفيش نزلة معوية مفيش ديارية، تمام، أو مفيش ديارية مفيش نزلة معوية. طيب النزلة المعوية دي بتكون عبارة عن عدوى. العدوى دي قد تكون عدوى طفيلية، قد تكون عدوى فيروسية، قد تكون عدوى بكتيرية. تمام. طيب تعالوا نفرق بيناتهم كده سريعا. اول حاجه معايا اللي هي العدوى البكتيريه، دي بتكون عباره عن ايه او ببدا اعرفها ازاي؟ بعرفها ان بيكون الدياريه بيكون كتير، بيكون البيشنت بيخش الحمام اكتر من 5 مرات يوميا. تمام. تاني حاجة معايا بيكون في ارتفاع في درجة الحرارة، بتكون أعلى من 38.5. ممكن يكون في فوميتنج، وممكن يكون في أبدومينال بين، والشخص بيكون همدان ومش قادر يقوم من مكانه. تمام. عندك اللي هي العدوى البكتيرية، أشهر بكتيريا بتعملها اللي هي الإيكولاي والسالمونيلا، وده اللي بيكون جرام نيجاتيف. عشان كده لما أجي أختار أنتي بيوتيك مناسب لازم نطلع حاجة تشتغل على الجرام نيجاتيف. تمام. طيب عندنا العدوى الفيروسية، أشهر فيروس بيعملها اللي هي الروتا فيروس، ودي طبعا بيكون العلامات الحيوية اللي أقدر أقول عليها إنها عدوى فيروسية انه بيكون الشخص طبيعي مش همدان، ما بيكونش فيه ابدومينال بين، ما بيكونش فيه ترجيع، ما بيكونش فيه ارتفاع في درجة الحرارة. تمام. عندنا كمان في العدوى الطفيلية بيكون ان البيشنت بتاعي بيكون عادي مش همدان، بيكون كويس، ما بيكونش فيه ابدومينال بين، ما بيكونش فيه ترجيع. الديارية بيكون اقل من 5 مرات، وطبعا دي بنطلب منه ان يعمل لنا تحليل ستول. تمام كده. طبعا احنا بنبدأ نختار انتبيوتيك امتى؟ لما يكون في عدوى بكتيرية. في العدوى الفيروسية والعدوى الطفيلية ما بنختارش انتبيوتيك. طيب النزلة المعوية قلنا لازم يكون في ديارية، مفيش ديارية يبقى مفيش نزلة معوية. ممكن يكون مصاحبه فوميتنج، ممكن يكون مصاحبه فيفر، ممكن يكون مصاحبه ابدومينال بين. عشان كده البروتوكول العلاجي بتاعنا اللي احنا بندي حاجة انتي بايريتك مضادة للسخونة من الصيدلية. طبعا الأدوية كتير زي الميجافين، زي الكونتافيفر، زي البروفين. تاني حاجة معانا بندي حاجة للانتي سبازموتيك لو فيها ابدومينال بين، زي مثلا السبازموفري او الفيسرالجين او الكلاميرو، حاجات طبعا كتير جدا. بنبدأ ندي حاجة انتي فوميتنج عشان لو في أي ترجيع ولا حاجة. ده قد يكون موجود في صورة حقن في الصيدلية زي الدانست، المادة الفعالة بتاعته اندانستيرون. ممكن ندي طبعا أدوية كتير جدا زي الإميرست والبريمبران. ممكن ندي أدوية سيرب شرب زي اللي هو الموتينورم. كويس كده. ممكن بقى كده احنا عالجنا اللي هو السخونة، عالجنا الترجيع، هنبدأ عالجنا اللي هو الانتي، عالجنا اللي هو الابدومينال بين. بنبدأ نعالج بقى الديارية، اللي احنا بنبدأ ندي أدوية للديارية. طبعا أدوية بتكون منتشرة كتير في الصيدلية زي الانتينال والدياكس، المادة بتاعتهم اللي هو النيفروكسازيد. ممكن ندي حاجة اللي هو النيتازود والنانازوكسيد، المادة الفعالة بتاعتهم النانازوكسيد، ودي طبعا بتكون مادة كويسة جدا. موجودة منها سيرب وموجود منها تابلت. كويس. طبعا اهم مشكلة بتقابلنا اللي هو بيكون الديهايدريشن، ان البيشنت بتاعي يبدأ يخش في جفاف. طبعا ابدأ اعرف ازاي ان البيشنت بتاعي دخل في جفاف؟ ابدأ اشد الجلد، بيكون اللي هو الجلد جلد خلاص اللي هو ضعيف كده، بيكون لسانه بيكون دراي، بيكون كمية اليورين بتاعتي بتكون قليلة. تمام. طبعا بنبدأ بسرعة ندي أكياس معالجة جفاف زي الORS، زي اللوهيدران، زي الريهيدران، حاجات زي البيدياليت، حاجات زي الدايسمكت، حاجات بتبدأ تعالج الجفاف اللي هو تبدأ تعوض السوائل اللي بيفقدها البيشنت. دي كانت فيديو النهاردة، أتمنى تكون استفدت. ما تنساش فولو وشير لكل أصحابك عشان الجميع يستفيدوا. شكرا لحسن استماعك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.